لا عايز اقول لك انا الامهات اللي بتيجي وتقول لي الواد ما بيفصلش بكى، بقول لها لما بيبقى مع جدته بيسكت. فالجده بالنسبه لي هي البوصله في الموضوع ده. لو مغص عادي هي هتعرف تتعامل يعني. خلاص مش عدت علينا كده. حبينا والله لك لو كيدز ده من الحاجات اللي في بالي من زمان يعني، ان انا كان نفسي اعملها. فعايز اقول لك في ناس من القاهره بتكلمني تقول لي مين عامل لك الابلكيشن ده؟ تمام احنا عايزين نعمل. في ناس من السعوديه كلموني، تمام احنا عايزين نعمل الابلكيشن، مين اللي عمله لك الابلكيشن ده؟ عايز اقول لك يعني الناس بتيجي تبارك لي في العياده على الايفنت يعني كأن يعني كان يوم فرح يعني. ده حقيقي. دكتور عبد الرحيم، هو النجاح في الطب بيجي من المذاكره بس ولا بيبقى في حاجه تانية؟ لا والله يعني عايز اقول لك في ناس ما بتذاكرش خالص تمام وتلاقيها متميزه جدا في مجال الطب يعني. فهي عمرها ما كانت بالمذاكره. لا امثله كتير على فكره يعني. تلاقي واحد طالع الاول على الدفعه وكل حاجه وفي الحياه العمليه بعد كده ما تلاقيهوش، ما يبقاش احسن حاجه. تمام. وواحد كان بيطلع بمواد تمام وبعد كده في الحياه العمليه لقيته. فالفكر بيختلف. لا هي عمرها ما كانت بالمذاكره بس يعني. اصل في حد بيحفظ انا حفظت الكتاب فخلاص وكتبت الاجابه وطلعت الاول وكل حاجه، لكن انا بعد كده ما عنديش بقى مش حابب القصه. انا كنت بحفظ لكن انا مش حابب مش هتعرف تطبق ولا هتعرف تعمل اي حاجه. بالظبط صح. زائد في جزئيه تاني خد بالك منها، الكوميونيكيشن سكيلز. طبعا عايز اقول لك انت ممكن تكون راجل ساينتفك وعلمي جدا بس ما فيش ما تلاقيش الناس بتحبذ ان هي تروح تكشف عندك يعني. وفي واحد يكون ساينتفك على يعني مش قد كده ولكن بيعرف يتعامل كويس مع البيشنت. الكوميونيكيشن سكيلز عنده حلوه قوي، فتلاقيه بقى العياده زحمه بقى والناس قاعده على السلم وبتاع. فده بالنسبه للناس افضل من الراجل اللي هو اللي مخلص الكتاب من الصفحه للصفحه يعني. انت بتعرف تطمني، بتعرف توصل لي المعلومه، بتعرف تخليني مرتاح، بتعرف زي المثال اللي احنا قلناه بتعرف تخليني قاعده يومين 3 ابني سخن وانا عارفه ان هو الحمد لله هيخف تمام. فمش قاعده قلقانه، انت قايل لي كده تمام. فخلاص انا بعد يومين 3 انا مستنيه بالظبط كده.